السلام عليكم. شفتي راه الشطابه شنو كان قال لك ديك السيد؟ شفتي ديك السيد شحال كان قال لك شحال هادي، ودابا تعرفوا مزيان شكون هو اللي قال لك، والمتتبعين ديالنا عارفين شكون هو قال لك وشنو قال لك. قال لك احصلتي ابو شطابه، قال لك احصلتي ابو شطابه وجيتي بجوج الرجلين في الكولا وغرقتي. بمعنى هز رجل كيغرق رجل، يطلع رجل يغرق رجل. وانا اليوم غادي نقول له نفس الرد، غادي نقول له اليوم نفس الرد، غادي نقول له اخوتي احصلتي في الكولا حتى شعلت البوله، احصلتي في الكولا حتى شعلت البوله يا الراس الغوله. ماشي الغوله، الغوله كاينه ولا ما كايناش الاخوان؟ حصلتي في الكولا حتى غادي نجبدوا لك البلبوله. شنو هي البلبوله؟ البلبوله زعما هي البلبوله الشعير ولا البلبوله، المهم بلبوله ولا شي حاجه. هادي الكذاب، هاد الملعون راس الشطابه اللي دار شكايه كيديه وطلع كينخط علينا وطلع كيستحمر المتتبع وكيشكي عباد الله وكيحكي علينا الزبور ديالو ديال الاكاذيب وكيطلق هنا وهنا وهنا. حصلتي ولا ما حصلتيش؟ لا حصلتي. بما انك حصلتي كتخرج دير الضحكه الصفراء، والطريقه باش قنعتي الشهود ديال الزور، الطريقه باش قنعتي الشهود ديال الزور، لا هذاك اللي من عائلتك واللي عنده نفس السميه اللي عندكم نتوما ونفس الاصل اللي عندكم نتوما، مع العلم ان اللي عنده السميه من نفس الاصل واش كتجوز الشهاده ديالو؟ لا. انت عرفتي تستغل الضعف ديالو، استغليتي الضعف واحد السارق او عفوا واحد الشاهد ديال الزور، استغليتي الضعف ديالو بما انهم يمرون من فقر حاد ومتشردون وكيعيشوا على تحت في الخنادق بحال الكلاب مسعورين. علي وثق الخبر ملي مشاو داروا الشكايه الكيديه، تحياتنا للدرك الملكي، قالوا لهم واش عندكم الشهود وكذا وكذا وهذه الخطوه هذه، قالوا لهم فعلا عندنا الشهود. قال لهم اذا خصكم تجيبوا لنا الشهود. داروا الشكايه، مشاو بداو كيفتشوا على الشهود. علي كان غادي يطيح في هذا ولد القندريصه، هذا الكلب الملعون اللي شاهد الشهاده ديال الزور وثبت عليه. هو ساق الخبر راس الشطابه ومشى رشاهم وخلص عليهم الكريدي. صوروا خوتي في بالكم دابا هاد شاهد الزور، هاد ولد القندريصه، هاد المسخ، هاد الملعون، هذا مشى كساه، شرا له غير الحوايج، شرا له الفوقيه والتحتيه. تلقاوها الناس كيقولوا له شريف انت البارح وانتينا مأزم وكيف الزعمه، يعني بان عليه الاثار ديال الشهاده الزور، بانيت عليه. داه للحانوت شرا له الحوايج لبسو، قال له شنو هي المشكل اللي عندك؟ قال له رانا عندي بابا جرى عليا بالهراواد الفاج وكان عيطير لي الودنينه ولا ما خلصتلوش الفلوس راه يجرى عليا. قال له يلا راه الشطابه. داه عطاه ديك المبلغ اللي عنده ما عندوش ومشى عند باه كذلك ورشاه وعطاه الرشوه، وكذلك مشى وشرا له الحوايج بانت عليه الاثار ديال الرشوه. شرا لهم الحوايج بجبيهم، شرا لهم الحوايج كساهم، عطى لهم 1,500,000 وقال لهم هاكم تفطحوا غبروا على طارد محمد وبيلال وبيتوا سكرانين وبيتوا كيشطحوا. فهمتي؟ الليله اللي مشى محمد وتعتقل فيها محمد بشهاده ديال الزور، وانا كنقول الشهاده ديال الزور وشهدوا الشهود ديال الزور، هذا خصهم يترباو، لان اليوم كان محمد وبيلال ضحيه، فغدا ولا بعدو غادي يكون ضحيه بناكم ولا راجلكم ولا خصهم. اذا حنايا شنو هو الهدف ديالنا؟ هو نقيو هذه الكلاب الضاله من المجتمع، والمجتمع ديالنا باش هاد الكلاب الضاله يكونوا عبره، باش يكونوا عبره. حيت هو لقاه سرق الفلوس ويزيد وما الى غير ذلك. هو استغل الضعف ديالهم، استغل الشخصيه ديالهم اللي اصلا ما عندهم لا شخصيه لا والو،
استغل الحاله ديالهم، لانهم بحكم انهم مبليين كيشربوا مغبرين، لاني انا عارف عليهم كل شيء في الخاص، ومبليين بالشيشه، مبليين بالشيشه وفي وسطها الحشيشه. على اين المتابعين؟ بما انه استغل الضعف ديالو، كذلك غادي يحرض على محمد ديك ولد القندريسه الشهاده ديال الزور اللي متبناه دابا وعايش له في الدار ديالو. غادي يقول له شوف محمد راه شهد في الاخ ديالك، محمد راه شهد في الاخ ديالك. قال له كيفاش؟ قال له محمد شهد في الاخ ديالك، مع العلم ان محمد مسكين لا ما يحركش حتى الدبانه. ناض هذا ولد الحرام هذه الشهاده ديال الزور وقال له اعطيني غير الفلوس انا نطيح معاك في العافيه. قال له محمد راه هو اللي شهد شهاده الزور بالحق ديال الاخ ديالكم. قال له انا مستعد نطيح معاكم في العافيه. ها هو رشطبه غادي يكذب الكذبه ديالو العاشره، وانا نقول لك ونزيد نقول لك يا ودي من رشطبه طحتي في الكولا وشعلت البوله، والبوله الحمراء شعلت، وبدا العد التنازلي ديالكم. والمشكله فين وقعت؟ المشكله وقعت في القهوه، والنزاع وقع في القهوه، وفي القهوه ديال البكاري. وتحياتنا لولاد البكاري واحد واحد، وتحيه الشباب ديال البكاري كاملين بهم. المشكل وقع تما، السيد تضرب بيدو في المسمى. جا الدرك الملكي شهد فيه السيد اللي راهو قلت لك يا ولد القندريسه يا البغل يا مسخط با يا مسخط الوالدين، اللي شهد في الاخ ديالك راه هو في طنجه وحر باش مشيو قدامه ولا مشيو عنده، انه غادي يعودكم بالترابي. اذا الخطوه فين وقعت؟ في النزاع. جا الدرك الملكي، تدخل السلطات تما، شدوه داواه للحبس، حكموه ب5 سنوات، لان القضيه فيها الضرب والجرح. كاين بالسلاح الابيض، كاين الضرب والجرح، يعني كاين الركن المادي والركن المعنوي. اذا الركن المادي البغل او ولد القندريسه اللي هو السلاح، انه السيد تضرب في يدو، هذا الركن المادي. والركن المعنوي البغال هو ما اثر او ما نجم على جسم الضحيه من واش كاين الدم وكذا. انا نهضر معك البغال، انت نخليك هي البغال غير في الشيشه وفي الشهاده الزور ديالكم. اذا الاخوان رشطابه عرف كيفاش انه يغادر لهم غسل الدماغ، وقال لهم شوفوا كل شيء غندي بالفلوس، انا راني كنضخر فهمتي، كنمشي عند فلان كنقول له حق وحق، كنساوم معاه كنقول له شحال خصك، يقول لي قدا وقدا. يعني السيد كيفتش فين هو السمسار، اجي السمسار شحال بغيتي كذا كذا. زع السيد خلاص كيقول غيرشي كلشي وغيشري كلشي بفلوس اليتامى والناس الدراوش، فهمتي، فلوس ديال الحرام كتمشي على ولاد الحرام. من الاخر فلوس ديال ولاد الحرام كتمشي على اولاد الحرام، والمصير ديالك ودي الشطابه غادي يكون السجن لا محال. هذه النقطه اللي خصنا حنا نناقشوها، هذه النقطه اللي حنا خصنا نناقشوها، ونناقشوا النقط ديال الراي العام. هاد الناس هادو شهدوا شهاده الزور بواحد الطريقه خبيثه، بواحد الطريقه بشعه. شاهد ما شاف شي حاجه خلاها عادل امام. اجي يا ولاد السعيان ديال بصح، يا ولاد السعيان يلي الخبز ما كتشبعوهاش في الدار ديالكم. اكرام وراديه ماشي نساء مغربيات، حنا ماشي عائله مغربيه مشرفه، وكنشرفوا الشمال المغربي وكنشرفوا المنطقه ديالنا احسن تشريف، لاننا كنفضحوا النصابه والعصابه، كنفضحوا العصابه اللي دارها رشطابه بغرابه. هاد ختوم ولات بوشلاغم، السي عبد القادر، السي عبد سليمو، مالك جاتك المراهقه معطله؟ تشدي الارض، تشدي الارض قبل ما نخرج نمرمد بك الارض. شدي الارض قبل ما نخرج نمرمد بك الارض. اخوان كتعرفوا باللي ان الاب ديال راس البغل رشطابه مول الغرابه خرج في واحد الفيديو كيقول باللي ان انت محمد عبد لابني، انت عبد لابني. كي ليعقل باللي ان رجل يدعي
الفقه ويدعي بأنه حامل لكتاب الله، أنه يصدر من الفم ديالو هذا القول. قال لمحمد: أنت عابد عند بني، خرج ولا ندخلوك للحبس. عابد ناضوا بتفيت عطاوه الرق عابد. شنو القله ديال الدناءه وديال القله ديال الحقاره والقله ديال الوعي فيكم، تخرجوا تضحكوا على عباد الله. انتم عائله كلكم ماديين، تحبون الجاه وتحبون الملذات ديال الحياه، اخرها مصيره هو غيدخل للحبس، اخير مصيركم غتدخلوا للحبس. عمري شفت انا شي جد في الكره الارضيه ولا في اليوتيوب ولا شي واحد خرج كيسخط على الابناء ديالو وعلى ولده، عمري شفت شي واحد كيقول له انت عبد عند ولدي. حنايا ماشي عبد عند شي قندوح ولا قندوحه، حنا عباد الله، حنا عبد الله، ومحمد عبد الله، وابنك عبد الله، وانت عبد الله، كلنا عباد الله. خصك تدخلها في بالك اصاحبي. انت تبارك الله كيقولوا عليك بلي انك متفقهون وتعلم في الفقه والقرآن وحامل كتاب الله وسنة نبيه، إذن خصك تمشي على المنهج ديال النبوة والمنهج الصحيح، ما نمشيوش على المنهج ديال أبو جهل. العادة فيكم أبو جهل، لقد مات أبو جهل في الجاهلية، والآن في الحضارة والتكنولوجيا عاد أبو جهل ملعكر إلى الحياة، وسودت لكم الميموار ديالكم بالسواد ديالو، وديك الزوجة ديالو الخبيثة التي هي طرف معاه، عارفة بلي أن الشيء كيدية. والقصة ملي كانت كتدرس ديك الليلة السوداء، في الليلة السوداء التي سودت فيها القلوب ديالها، وكانت متحكرة عليكم، كتهم يماه وكتهم باه كدا الضمير ديالها كأن ما حاجة دارت وفعلات، أما الفوطة ما نعرف بقرق الزيت الريض شوهات ومن خارج نجيب غادي يقول خرجت بغات تسبق العيب. والنهار اللي خرجت وتسبقت العيب فيا قلت لكم باللي انني سوف اقسم الظهر ديالكم على قسمين، وفعلا ديك الشيء اللي كاين. انا قسمتكم الطار ديالكم، وبلال جاب لكم التمام من الاخر، بلال جاب لكم التمام من الاخر. دابا يا راس الطابه يا راس الغرابه، ودابا يا راس الطابه يا راس الغرابه، علاش كتمشي تفتش؟ مالك ما هبطتيش للبلاد شحال هادي وانت رب دكم نهضر لك بحال اللغه ديال ولدي عمر الله يحفظه ويطلع عمره، يقول لي غمدي بالالغاز. حنا دابا غنهضروا بالالغاز، مدغوك الكيله بالضله والصرف الصحي والشرفه الملعونه كتعمد انها تفضح لك الاسرار ديالك وكتنزل لك بوجهك. الشرفه المنعوله كتنزل لك الاسرار ديالك وكتفضحك وكتعطي شي نويطات عليك، يعني يا رشطابه دان يعني هي اصلا الهدف ديالها ان خاصها تغرق باش تبني المصداقيه لدي عليك، مع العلم انهما كذابين وانت كذاب، وربي فضحكم قبل ما يفضحكم العبد، لانكم ديتوا الفلوس عباد الله حكارين. تعديتوا على اكرام ونجيب، تعديتوا على رضي محمد، تعديتوا على غزلان وتوفيق، تعديتوا على الوالدين ديال الناس، بغيتوا ديرونا قنطره باش دوزوا ساعه. القنطره مهما جيتوا تبداو حتى كانت رابت بكم، قنطره مهما جيتوا تبداو حتى كانت دازت ورابت عليكم وهبطتكم وخربت لكم العقل ديالكم. اذا الاخوان ديالنا نقول لكم واحد الحاجه، راس الطابه يا روشيرشي يبحثوا، عندكم شي تقولوا على راس الطابه، انا جيب قال روشيرشي عاود تخرج روشيرشي البغال، هي يعني الرشيرشي يبحثوا على بسخط الوالدين في حاله. ما مسخن الوالد نتاع يمشي عندو كيقولوا السلام عليكم وعليكم السلام، اللي انت مسخط الوالدين في حالي، كيقول له كيقول له يلا في الطريق ديالي، ان اديك الله وجديك الله خرجوا نبكيو، قالوا يما خرجوا بكي، المشاهد بدا كيعيق، وانا النهار اللي تبرأت منكم صابنوني قطشتو راني راب اللي بقات بلا راجل سكتال محروقه، سكتال يا خد فيك الحق، انت هي اللي خليت الباب الشرجه مفتوحه، كيقول الله يفتح لك الباب في الظهر ديالك، الله يفتح لك الباب في الظهر ديالك. الراجل مشى لقيت يجي واحد اخر
مشى القط الشعراني يجي القط واحد ماشي شعراني. ويلا هذا بشر، هذا 12 د الليل والشتاء، الخيط من السماء وخيط من الارض وخدام. القط بن فاس مشاو قبل ساس وإيلي بقات بلا شعراني، والقط الشعراني ضاع ومشى فوقينا بلا قط شعراني. أدوية التركت المزغبين، أدوية التركت الوطاويط، أدوية التركة ديال الزور. أحسن مصطلح اللي يليق بكم دابا هو تركة ديال الزور. الترك ديال الزور اللي درتو الزور ولصق فيكم الزور غتدخلوا للحبس بالحق والقانون، بالحق والقانون، لاننا حنا في دوله الحق والقانون ماشي في زريبه الكسيبه. حنا في زريبه وديال الكسيبه ورشطه يرقص رقصه الديك المذبوحه، هذاك الذين نقوز عليه يقص عليه من الموز ويمشي صافي جمع وطوي. مشيتي دير المساومه رفضوا لك البغل. مشيتي دير المساومات وتساوم وتقاوم، رفضوا لك البغل، لانك الانسان اللي كيمشي للقضاء مظلوم خصو يكون محتوم الامر ديالو، خصو يكون متشبث بالبراءه ديالو، متشبث بالاقوال ديالو، يعني عارف بلي انك تدخل للحبس وكذا. اذا خصنا ضروري نديروا مجيغ. شنو هي مجيغ؟ وهي ان ولدي عمران كيعمل مجيغ بمعنى يا رشطبه غتدخل بوا بينال سي تو وعلى نغمات مجيغ. السلام عليكم. تركت الزور. نحن يراكم والزمن طويل إلا أن يشهر الله الحق أو نهلك دونه من الأخر. السلام عليكم.